الشات جي بي تي هو اختراع جديد عبارة عن ويب سايت بيشتغل بالذكاء الاصطناعي، وحرفيا جامد جدا. طبعا كلنا شفنا الصور دي. المهم الشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي هيقعد اكتر من 50% من البشر في البيت، لان الذكاء الاصطناعي هيحل محل وظايف كتير جدا. وظايف زي الكتابة والكودينج والبرمجة، واي مهام قانونية او حسابية هو هيقدر يعملها. ومش بس كده، يقدر كمان يكتب سكريبت زي الحلقة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. وكمان الذكاء الاصطناعي او الشات جي بي تي ده يقدر يكتب اي موضوع انت عايزه. وعلشان تتخيل اكتر معايا، اساس اي لعبة هي الاكواد. فانت بقى متخيل انك انت ممكن تعمل اكواد على حسب دماغك انت، يعني لعبة بدماغك انت دلوقتي تخيلت شوية ممكن الشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل ايه، ويقعد ناس قد ايه في بيوتهم. والكلام اللي انا بقوله لك مش هيحصل بعد كام سنة او في المستقبل يعني. لا لا لا، انت فاهم غلط خالص. الكلام بيحصل دلوقتي في وقت نزول الحلقة دي كمان. الموضوع ابتدى في شهر نوفمبر سنة 2022. اعلنت شركة اسمها اوبن اي اي عن ابليكيشن جديد اسمه شات جي بي تي. عبارة عن روبوت محادثة تقدر تكلمه في اي وقت ويرد عليك. انت دلوقتي هتقولي طب وايه يعني، طب ما في برامج بتعمل كده ومن زمان كمان. هرد عليك واقول لك ان البرنامج مختلف عن كل البرامج اللي انت شفتها، لان هو هيرد عليك كأنه انسان حقيقي بالظبط. وكمان في بعض المميزات مش موجودة في البرامج التانية، زي ان هو ممكن يقدر يعالج لغة او يكتب اي موضوع شبه البشر بالظبط، ويقدر يترجم لك اي نص او اي موضوع انت عايزه. ومش ترجمة جوجل على فكرة، الموضوع مختلف خالص. كمان احنا منسيناش بتوع هندسة. الروبوت يقدر يحل المعادلات الرياضية الصعبة جدا. اتبسط يا سيدي. وكمان يقدر يشرح لك اي حاجة انت عايزها، ويقدر يعرفك كمان هي بتشتغل ازاي. وكل اللي مطلوب منك انت كمستخدم انك انت تفهمه انت عايز ايه بالظبط، عن طريق انك انت تكتب له الحاجات اللي انت عايزها، كأنك بتطلب شغل من انسان حقيقي. وفي خلال ثواني بالظبط الحاجة اللي انت بتكون طالبها جهزت. ومش بس كده، لا انت كمان ممكن تقدر تعدل على الحاجات اللي طلعت لك دي. يعني مثلا انت طلبت من الابليكيشن كتابة فيلم، كتب لك فعلا الفيلم، بس انت كمان عايزه رومانسي اكتر من كده، ممكن برضو تكتب له هو يعدل لك في الفيلم. انت متخيل؟ يعني الابليكيشن يقدر يكتب لك اي محتوى ابداعي، سواء بقى قصة، فيلم، اي حاجة تانية في دماغك. فلو انت مثلا مبرمج، محاسب، بتكتب حتى افلام، فالبرنامج هيساعدك جدا. لكن في نفس الوقت هيهدد مستقبلك الوظيفي. وده كله والبرنامج كمان هينزل بشكل مبسط جدا، وكمان بشكل مجاني لكل الناس. يعني كل الناس هتقدر تستعمله. وعرضت الشركة على موقعها نماذج للمهام اللي الشات يقدر يقوم بيها. مثلا مستخدم بعت له كود برمجة، والكود ما كانش شغال معاه، وطلب من الشات ان هو يعمل له فيكسنج او اصلاح للكود ده. والجميل في الشات ان هو مش بيديك الكود السليم وبس، ده يمكن المشكلة ما تكونش في الكود اصلا. فبيضطر ان هو يسألك عن شوية معلومات. وفي خلال دقايق من المحادثة بين الطرفين، قدر الشات يحدد المشاكل اللي موجودة في الكود، ويديله كمان أكتر من حل ليها. وكمان الجميل في الشات إن هو يقدر يتوقع حاجات محصلتش أصلا، وكمان يحللها لك بشكل منطقي جدا. غير جوجل اللي هو مثلا لو كتبت له أي حاجة مش منطقية هيعمل لك ايرور أو مفيش نتائج. شايفك اللي ما عملتش لايك على فكرة. زي ما قلنا ان البرنامج ده يقدر يتخيل اي حاجة ويحللها تحليل منطقي جدا. يعني في مثال تاني عرضته الشركة، مستخدم طلب من الشات ان هو يحكي له عن زيارة كولومبوس لامريكا في 2015، واللي ما يعرفش مين كولومبوس ده اللي هو اكتشف امريكا، والراجل ميت من 1506 تقريبا. الفكرة بقى البرنامج ما عملوش برضو ايرور وسابه كده وقال له مثلا السؤال مش موجود، لا ده رد عليه وقال له ان السؤال مخادع جدا بس برضه انا هجاوبك. وقال له تعالوا نتخيل، فاهمين؟ تعالوا نتخيل الشاب بيتخيل، ودي مشكلة كبيرة جدا بس ما علينا يعني. قال له تعالى نتخيل ان كولومبوس فعلا جه في امريكا في 2015، وقال له ان اكيد كولومبوس هيكون مندهش جدا من التغيرات اللي حصلت لامريكا من ساعة ما اكتشفها. وبدأ يقول له على التغيرات ديت، سواء ان هو تغير تكنولوجي او مباني او عربيات او اي حاجة من دي. وبدأ الشات يفهم المستخدم ده الكلام اللي هو بيقوله بشكل مبسط كأنه إنسان حقيقي بالظبط. وعشان كده المتخصصين في العلم والتكنولوجيا بيقولوا إن الشات أو البرنامج ده هيهدد سيطرة جوجل على الإنترنت، لأن ببساطة إن الشات قادر يرد على كل الأسئلة وكمان يعرض لك حلول ليها. وكمان المميز في البرنامج ده إن هو بيحلل كل البيانات الموجودة ويديك أحسن حل فيهم، غير جوجل اللي بتكتب عليه الحاجة فيطلع لك مليون مقال وكل مقال غير التاني. طب هو اصلا ازاي البرنامج ده بيشتغل؟
بص، هي قصة كبيرة كده بس هقولك عليها، وهحاول ابسطها لك على قد ما اقدر عشان وقت الحلقة ما يكبرش. على حسب كلام شركة اوبن اي اي، بيقول ان البرنامج ده اتصمم بطريقة اسمها التعليم المعزز من استخدام ردود افعال البشر. يعني ايه ردود افعال البشر وايه الكلام ده؟ استنى انا هفهمك. يعني ببساطة مصممين البرنامج ده عملوا محادثة ولعبوا فيها دور الطرفين، دور اللي بيسأل اللي هو المستخدم، ودور اللي بيجاوب اللي هو الذكاء الاصطناعي. يا رب تكون وصلت لك المعلومة. وبدأوا يسيفوا المحادثات اللي هما بيقولوها ديت على شكل نماذج ويخزنوها في البرنامج، وبدأوا بقى يبرمجوا البرنامج ان النموذج دوت ينفع للرد ده. وبعد ما عملوا العملية ديت اكتر من مرة، بدأوا المبرمجين يستخدموا البرنامج دوت ويسألوه على شوية اسئلة ويقيموا الرد بتاعه، ولو في اي رد عايز تعديل كانوا بيعدلوه. وبرضه كرروا العملية ديت اكتر من مرة. ده غير اصلا ان الشات متصل بالانترنت فيقدر يتعلم من النصوص المكتوبة سواء على جوجل او الفيس او اي حاجة من الكلام ده. ومع كل المميزات ديت اكيد في شوية مشاكل صغيرة، يعني ممكن نقول عليها شوية عيوب. مثلا يعني البرنامج ما بيقدرش يفهم كل صيغة الكلام بتاعتك، ممكن ما يفهمهاش. مثلا واحد كتب له بالشرقاوي فهو اكيد مش هيفهم صيغة الكلام دي، ده انا نفسي ما بفهمهاش. والحل بتاع المشكلة ديت انك انت تكتب له نفس السؤال بس بصيغة تانية. وكمان الشات ما بيقدرش يفرق بين المحتوى الضار والمحتوى النافع، فممكن يتفاعل مع المحتوى الضار بشكل عادي جدا، واحنا طبعا عارفين المحتوى الضار زي ايه. ولحد دلوقتي الشركة مش قادرة تعدل للموضوع ده، لان البرنامج مفروض ان هو بيرد على كل الاسئلة، فلو هم قيدوه بحاجة معينة او قوانين معينة ممكن ما يقدرش يرد على كل الاسئلة. وبيقولوا ممكن الموضوع دوت يتحل في التحديثات الجاية. السؤال هنا بقى، هل فعلا الذكاء الاصطناعي هيقدر يحل محل البشر، ولا احنا مش هنقدر نستغنى عن العقل البشري؟ قولي رأيك تحت في الكومنتات. وبس كده نكون خلصنا حكايتنا النهاردة، فياريت لو عجبتك ما تنساش اللايك، وطبعا لو اول مرة تشوفني فاشترك.